السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هعمل لكم حاجة لذيذة خالص. هعمل لكم القطايف على طريقتي. هنمسك القطايف، هنعملها كده، هنقفلها من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، هتبقى زي ودن القطة من هنا ومن هنا. ايه رأيكم في القطايف بتاعتي؟ ما تنسوش الاشتراك ودوسوا لايك عشان يوصلكم كل جديد. هجهز الشربات، كوبايتين ميه وكوبايتين سكر، وهعصر عليهم كمان ليمونه، وبعد ما الشربات غلى هقفل عليه وهحط دلوقتي كيس فانيليا، وبعد ما يتشربوا الشربات كويس بعد كده هحشيهم. ايه رأيكم في القطايف بتاعتي؟ عملت بالشكل دوت، وعملت كمان بالشكل ده زي شكل الايس كريم، زي قمع الايس كريم، وحشيت مربى فراولة، وحشيت ديت بالكريم شانتيه، وكمان حشيت ديت بالنوتيلا، ورشيت مكسرات عليها وشوكولاتة فرماسيل. عملت اشكال حلوة كتير. كل سنة وحضراتكم طيبين، يعودها علينا وعليكم بالخير. تعالوا تفضلوا معانا، ما تنسوش الاشتراك وتدوسوا لايك عشان يوصلكم كل جديد. ايه رأيكم بقى في الشكل الجميل دوت؟ ها، ايه رأيكم؟ وممكن تحشوها بأي حشوات تاني، مش شرط يعني مربى الفراولة ولا النوتيلا، ممكن تحشوها بحشوات تاني أو مربات تاني. الكنافة بالقشطة والمكسرات. المكونات بتاعتي: نص كيلو كنافة، كوباية لبن، نص كوباية سمنة، كيس فانيليا، معلقتين نشا، مكسرات. هقطع الكنافة. خلصت الكنافة اهوت، ومعلقتين سكر. دلوقتي هعمل القشطة. حطيت كوباية اللبن في الحلة، ومعلقتين السكر، ومعلقتين النشا، وهرفعهم على النار وهقلبهم كويس. خلاص طابت، اقل من 5 دقايق اقفل عليها النار. دلوقتي هدهن القوالب ديت بمعلقة زيت. هاخد من الكنافة كده، مليت نصها بس. دلوقتي هحط معلقة قشطة كده في كل واحدة، وهحط مكسرات. خلصتهم كلهم بالمكسرات، وبعد كده هغطيها برضو بالكنافة، وهحوش الزيادات وهسويها حلو. وبعد ما خلصتهم كلهم هدهن وشهم سمنة بالفرشة كده. ايه رأيكم؟ وهعمل القالب ده برضو نفس الكلام، من تحت كنافة، بعد كده هضيف المكسرات، وبعد كده هغطيها بالكنافة، هرش عليها سمنة واسويها كويس. ايه رأيكم في الكنافة بتاعتي؟ هدخلهم الفرن دلوقتي، فرن سخن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. ايه رأيكم في الكنافة بعد ما طابت؟ دلوقتي هحط لها الشربات.
بعد ما طلعت من الفرن وزينتها شوكولاتة فرماسيل وفراولة. ايه رأيكم؟ ما تنسوش الاشتراك وتدوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.